طيب لو همتي جاء تعرفوا زي كيكل، قالوا لا ما بنعافيه، كيكل ماله قال لا لا كيكل ده والله ولدنا وعشان كده عافيناه. لا العفو ده يا يتم عفو عام زي بتاع البغال ده كل الناس، يا كمان ما في حاجه ديل كويسين وديل طيبين. ففضل الجواب لو ما مقنع كرر لي كلامك، ولو مقنع كمان نمشي قدام للسؤالين الثاني. انا ما برجع اللي ورا، ما برجع. اول حاجه دي من المستحيلات انه بعد الحرب تنتهي امشي انا افتح بلاغ في زول كان ابويا، ما مستحيل الحاجه دي تبقى يعني. وما في زول قال اذا حبيبتي خدت البندقيه نحن ما بنقبله، بل بالعكس نحن اي زول وضع البندقيه واعلن استسلامه وانضمامه للحق اللي هو انضمامه للجيش، والله نحن بنقول له مرحبا بك يعني. ما دايرين الحرب. انا واحد من الناس الحرب دي انا فترت منها وتعبت منها واتضررت منها، روحي طلعت منها واهلي اتضرروا منها. ما داير حرب. اللي قدامك ده داير سلام، لكن سلام شنو؟ سلام يضمن عزة وكرامة القوات المسلحة في المقام الأول. سلام يضمن عزة وكرامة المواطن السوداني الذي أهنتموه وانتهكتموه وشفشفتم أمواله وشردتم بيوته وخليتوه نازح ولاجئ في مصر وتشاد وغيره يعني. سلام يضمن عزة وكرامة السودان نفسه اللي انتوا الان عزتوا فيه فسادا يعني. ما عندنا مشكله. الان لو عبد الرحيم وضع البندقيه طوالي بنقول له مرحبا بك، تعال يا زول امشي تدرب الاهل، خش الجيش، ما تقعد تتمرد لنا في الغابات وتدرب في الاولاد الصغار. لو حميت ذاته وخدت البندقيه مرحبا به. ما هذا بغال قدامك يعني. بغال قال يا جماعه انا الجماعه دي ما علي حق، انا والله كنت على ضلال وكنت مضلل ومغيب، والان انا داير انضم للجيش. ما في زول قال لي بس انا بغال بعتبره زول اخوي بعده، مش اعلن الاستسلام وجاء. متى ما وصل السودان والبرهان اعلن العفو عنه هنقول له مرحبا بك، والبرهان حيعفو منه الان. طيب ما نمشي للسؤال. هاي في خلل بنيوي في الدوله، يعني الاماره دي لو فيها خلل المهندس يتحمل المسؤوليه دي، فنفرتق الاماره دي ونبنيها من جديد. في خلل بنيوي. ما هو طيله الفترات السابقه يمكن حتى في 2010 اخر الانتخابات كلها مزوره، لانه الجيش كان قوات الشعب المسلح ما بيصوت، فاتوا لنا في المعسكرات قالوا لنا لازم تصوتوا وترمي هنا في الشجره دي، شفت هنا دي هاي عمر البشير، يعني هذه انه وطن واقتدارا يعني. فاخي في خلل بنيوي في الاقاليم ده فيها تمرد للنظام ده، لانه ده ما نظام، عشان كده الناس متمردين ضده. فالنظام اللي ما بدي حق حقوق الناس يا جماعه، السودان ده فيه بيوت بتعطيل وفيه بيوت بتاعت قش وفيه معسكرات. طيب يا كسر، طيب يا كسر اديك نقطة كسر. طيب يا كسر، ما هو النظام اللي فيه خلل حقنا ده، ما هو اللي لك النظام حقك. يعني انت هسه عملت يعني الجديد شنو؟ ما هو النظام حقنا اللي انت بتتكلم عنه ده ولد لك عبد الرحيم ولد لك حميدتي، وحميدتي ده سمى البشير، وانت ذاتك شارب من نفس الكاس وبتدعم فيه، وحاليا بتقول اميرك ورئيسك حميدتي. يا كسر يا اخي السياسه دي غزره، والله يا كسر، والله السياسه دي غزره جدا. يعني انت كرهت الحرب، يعني انت كرهت الحرب. انا اصلا من اول يوم كاره الحرب ده انا اتضررت يعني منها. الحرب جاك اولا انت كرهتها. طيب عندك سؤالين ثاني تسالني، بس منير ده انا الحنطر ما بينسحب من السؤال. ولو انسحبت من السؤال يا كسر لا ما بينسحب، كلام منطقي وموضوعي وكتاب ما بينسحب. طيب ما بتنسحب. ما بينسحب. خلاص انا عندي كم سؤال، انت احفظ اسئلتي او سجلها او اكتبها واتبر اي شيء تقدر تعمله اعمله، وبعدين شنو؟ لا سؤالين عشان ما يبقى لي كثير. سؤالين حجاي. ايوه طيب نبدا بالاسئله اللي هي في الامور العاميه وكده. انا رايت لك مقاطع يا احمد كسله قبل اليوم بتسب فيها الدعم السريع، وحلفت واقسمت ان يدك دي مستحيل في يوم من الايام تصافح دعامي. الكلام ده موجود بفيديوهات، صوره وصوت، ما صوت بس، صوره وصوت. حتى اتكلمت عن الجنجويد وانا ما باخد يدي في يدهم ودقيت راسك كدي، والفيديوهات بتشهد. واقسمت برب الكون وانت رجل تصلي، انا شاهدتك قبل كم يوم بتقول يا جماعه ماشيين نصلي. فده السؤال الاول. الان انت احمد كسله جنجويدي رسمي تدعم ما شفت لولو معاك قبل اليوم يعني. فشنو؟ ده السؤال الاول. السؤال الثاني بسألك له طوالي، ما قولك وما رايك في عمايل الدعم السريع في الجنينه، ومن ضمنها ديل سؤالين اتمنى تجاوب لي عليهم
بكل احترام وبكل صدق وبدون اي سخريه او استهزاء عشان ننتقل للسؤالين الثانيات يعني. طبعا الليله السؤال ده بيكون مكبشر، وتاني لما نرفع الثاني ما تكرروا لي خلاص ما سؤال وانا هجاوبك فيه وبتاع. انا قلت لك شنو؟ طبايع الفرسه فيك من الجهل مدسوسه. مر طبايع الفرسه فيك من الجهل مدسوسه. مرا مر عليك سلم بتاب السوسه. انا قلت لك بجابك انا مر يا دول. شوف قال لي يا اخي انت قبل اليوم قلت يدك دي ما بتمد على الدعم السريع ودقيت راسك. صحيح، الفيديو موجود وفي اليوتيوب وفي الفيسبوك. والحرب بشعواء بيننا وبينهم. مين اللي خلق الحرب بيننا وبينهم وضرب النسيج الاجتماعي؟ ولو انا ده استمر في ذاك النهج وذاك الحرب ما في زول في السودان امهاتهم مشردين وقاعدين في معسكرات النزوح واللجوء الا نحن. نقطه. لازم يكون في عمليه بتاعت رضخ نتيجه اجتماعي وعقد اجتماعي جديد زي الروادي 800,000. صحيح ده حرب وقع بيننا وبينهم، لكن الموضوع ده لو دايرين نوديه بنفس التراك نحن المتضررين ونحن ندفع الفاتوره جيل ورا جيل. فانا تراجعت ودعمي للدعم السريع دعمي 2 دعم. بدعمهم سياسيا لتاسيس وخطتنا المستقبليه انه تتفك قوات الدعم السريع والحركه الشعبيه والحركات الاخرى والجيش وبناء جيش وطني قومي موحد وعقد اجتماعي جديد وحكم فيدرالي 8 اقاليم. نعم صحيح بيننا وبينهم، لكن ما بيستمر هكذا. ولو اصلا في دين لدين نظام بتاع انه تار ما تار، الجنوبيين عندهم مننا تار 2 مليون و800 نفر. وليه عفونا الجنوبيين وبعد الحرب قام في السودان والان السودانيين فاتحين دكاكين في جوبا وقاعدين في جوبا. تمام؟ ده نقطة. صحيح كلامك، أنا قلت لك ما بنط من كلام ولا بنكره، وأنا قلته لكن لازم يتم الإصلاح بيني وبين الأطراف اللي أنا كنت ساكن معهم في الإقليم، ده لازم يحصل إصلاح في المحل ده. لو استمرينا نفس ناس مني لما انفكوا الحياط اللي حصل شنو في الفاشر. وتاني لو دارين يشتدوا في الحرب حيحصل أكثر من كده. ده أنا جاوبتك. برضه عندك حق الرد تقول لي لا الجواب ده ما منطقي وما موضوعي. كويس؟ برضه عندك برضه تاني حجاوبك بصورة تانية. النقطة الثانية والله نسيت. قال شيء ما هي ده نفس الكلام، ما هو نفس يعني هجاوبك كيف يعني؟ ما هي ده نفس الكلام، هو ده الكلام المكرر. في النهاية لازم يتم إصلاح. والقضايا بعد الدولة الجديدة تجي وقانون جديد ودستور دائم في السودان. القضايا لا تسقط بالتقادم. شنو يعني القضايا لا تسقط بالتقادم؟ يعني أي زول شاف زول لو في عدالة كويس وفي محكمة عادلة يمشي يفتح بلاغ. بكره احمد كسر ده يجيبوه من فرنسا بالبوليس الانتربولي. وانا ما الناطق الرسمي باسم كل المجموعات، ولا زول قاضي ولا قانوني ولا محامي، ولا بقدر ولا عندي ولا الادارات الاهليه تقدر تسقط الجرائم السقطت كويس في نفس المنطقه. لكن مين السبب الكلام ده؟ في تاريخ الدولة السودانية من سنة 56 لغاية تاريخ الليلة هو الجيش السوداني. والفتنة اليوم الليلة شغالة. الليلة الآن آخر نقطة عشان تمشي لسؤالين الثاني. الليلة البلابسة بقول لك يا مسيرية أطلب من الدعم السريع. طيب المسيرية اللي قاعدين في الدعم السريع ما جنجبين؟ شنو يعني مثلا؟ لو طلعوا ولا ما طلعوا؟